بص يا صديقي، النهارده وانا قاعد لا بيا ولا عليا لقيت الدنيا في سغاريط وناس على القهوه عماله تضرب بعض، واللي ماسك الحجر سكت، واللي طلب سحله قال لك سك على الموضوع. في يا جماعه قال لك صفحه الزمالك الرسميه منزله اعلان او فيديو زي اللي كانت بتنزله في ان اي لاعب جديد بيجي نادي الزمالك. قال لك بس الكابتن حسين لبيب غفلنا، هو اتغفلنا النهارده يا عم وفك القيد اول صفقات الزمالك الرسميه، والدنيا هاجت وماجت والدنيا باظت خالص. قلت مع عم اتصالات 03 1 5 4 9 8 تك اضرب. ايوه معالي الباشا. قال لي ايوه انزل. قلت له امال الصفحه الرسميه منزله فيه ايه؟ قال لي يا ابني انا قايل لك من يومين وانت قايل على صفحتك وقايل على الفيديوهات. قلت له في ايه؟ قال لي يا ابني محمد السيد جدد. فالزمالك النهارده على صفحته الرسميه اعلن تجديد لاعب وسطه محمد السيد لمده 3 مواسم. تمام؟ فاستغليت المكالمه دي وسالته في بعض الحاجات المهمه جدا بخصوص انه مصدر موثوق. اول حاجه اتكلمت فيها يا كابتن، قال لي ايوه انزل. قلت له موضوع احمد الجفال، مش الجفال اللي فسخ اعارته؟ قال لي اه. قلت له ما جاش نادي الزمالك ليه؟ قال لي بص يا سيدي، وده تاني خبر معايا وكان اول خبر معايا عشان ما حدش يكون يتلخبط في الموضوع. اول خبر معايا ان نادي الزمالك اعلن على صفحته الرسميه تجديد لاعبه محمد السيد لمده 3 مواسم. الحته بقى اللي نسيت اساله فيها دي مزعلاني قوي، ليه 3 مواسم مش 5؟ ليه هنرجع لنفسي وجع الدماغ ده كمان 3 سنين؟ انا يا فندم لو بشوف الفيديو رد عليا بعد اذنك، ليه 3 مواسم مش 5؟ ما علينا. اول سالته على احمد الجفالي، قلت له يا كابتن احمد الجفالي مش موجود ليه في نادي الزمالك؟ مش فسخ اعارته المفروض يرجع. قال لي يا انس احمد الجفالي حاليا الناس سواء جون ادوارد واعضاء مجلس الاداره مش شايفين ليه دور في الفتره الجايه مع نادي الزمالك. قلت له طب وبعدين الحل؟ قال لي ان جون ادوارد بيدور له وعنده عروض بالفعل لاحمد الجفالي سواء على سبيل الاعاره او على البيع. الفتره دي فتره لدراسه المواضيع دي، هل هيتم رحيله سواء بالبيع او الاعاره؟ لو المواضيع تمت على خير رسميا احمد الجفالي خارج اسوار نادي الزمالك. طب لو الموضوع تمت رسميا، لو فشلت اسف رسميا احمد الجفالي لاعبا في نادي الزمالك. قلت له طب ارض الزمالك البديله؟ رفض يقول لي مكانها فين. لكن قلت له طب ايه اللي مأخر صدور ان الارض تيجي على الزمالك البديله حتى؟ قال لي كل الكلام خلصان والزمالك هياخد نفس مساحه الارض وحتى بنفس التراخيص وكل حاجه. قال لك الموضوع كلها واقف على مرحله ايه التصديق، فهيصدقوا عليها وتصبح الارض رسميا الجديده في حوزه نادي الزمالك. بقى لنا يومين او امبارح النهارده اسف بنتكلم على موضوع بنتايك، او قصدي بقى لنا يومين اسف، انا مش مركز معلش حقك عليا لان عاوز انام فاصل خالص. فبنتايك والدنيا وهيرجع وما يرجعش، فالناس النهارده اتكلمت على رحيل وكيل محمود بنتايك، فسالته عن موضوع مع وكيله ومشي ليه والكلام ده كله. قال لي يا انزي وكيله ليه اكتر من لاعب هو برضه وكيل ليه، وانت في فتره انتقالات، فالراجل مشي من القاهره عشان يخلص موضوع لعيبته الثانيه، لان هو مش الوكيل الوحيد لبنتايك، او هو مش وكيل بنتايك الاساسي، يعني بمعنى اصح مش هو وكيل لبنتايك بس، في اكتر من لعيب هو وكيل ليهم. قلت له تمام. قال لي الموضوع ما بين بنتايك والزمالك بنسبه تتخطى 90% خلصان. قلت له طب ال 10% قال لك متوقفه لان وكيل محمود بنتايك محتاج زياده في النسبه بتاعته $50,000. الموضوع هيخلص بتحمل المحترم ممدوح عباس وحط تحتها مليون خط. ايه مشكله بنتايك ووصف بنتايك تاني لاعبا في نادي الزمالك. قلت له يا باشا احنا مش هنخلص من القصه دي ويحصل استقرار. قال لك بس اصبر على ما نرجع مشكله الارض والموضوع هيخلص باذن الله. المهم طب يا كابتن هل الجفال هل حسام عبد المجيد ماشي؟ هل القصه دي فهمت منه المواضيع دي كلها؟ لكن قال لك اعمل لك ملخص المكالمه. النهارده نادي الزمالك وده الخبر المهم جدا جاله ايقاف قيد عاشر بسبب ايه يا انز؟ بسبب مستحقات نادي اخوان الفينا بزاويه. واحسن حاجه مفرحاني في الموضوع ده، تقول لي انت فرحان بايقاف كده؟ اقول لك ايوه. ليه؟ لان مجلس اداره نادي الزمالك بيخيب بيوم عن التاني اكتر. واللي مفرحني كمان ان جماهير نادي الزمالك بقت واخده الموقف ببساطه شويه، وانا واحد منهم. اصل واحد زي 10 كده كده غصب عن اللي خلفوهم، غصب عن اللي خلفوهم حط عليهم خط هيفكوا القيد ده اذا كانوا موجودين في بدايه الموسم. غصب عن اللي خلفوهم الزمالك في بدايه الموسم هيفكوا القيد، لان جماهير الزمالك اقسم بالله هتطلع تولع لهم في بيوتهم. مش تعبير مجازي، ده تعبير حرفي، لان بيحصل ده لو ما اتحلش في الانتقالات الصيفيه. انا افتكر واحد كجماهير نادي الزمالك ان الموضوع ده مخطط له، ما لهاش حل الا كده. المهم قلت له يا كابتن احنا كان في مشكله ما بين مدرب الزمالك وبين احمد حمدي، كابتن احمد عبد الرؤوف واحمد حمدي، واحنا بصراحه ما استمتعناش باحمد حمدي كتير في نادي الزمالك. قال لي يا بص يا سيدي مشكله وقعت لحالها، واحمد حمدي باذن تتخطى ان شاء الله 90% قريب من التجديد. قلت له هو عاوز يجدد ولا الزمالك بيضغط عليه عشان نقص اللعيبه؟ قال لي رغبه اللاعب هي التي تحكم يا انز. قلت له بمعنى وضح لي فسر لي. قال لي يا باشا احمد حمدي عنده رغبه للتجديد داخل نادي الزمالك،
وان شاء الله الايام الجايه هتسمع خبر كويس جدا. قلت له طب نادي الزمالك منفتح لو حلو حسام عبد المجيد؟ قال لي بص بصراحه ما اخبيش عليك، منفتح لبيع حسام عبد المجيد. بس نادي الزمالك خلال الايام القليله القادمه هيقعد مع حسام عبد المجيد، ويمكن كمان ممكن يكون قعدوا كمان عشان يجددوا له. قلت لهم عايزين يمشوه ولا يجددوا؟ قال لك عايزين يجددوا اللاعب ويكتبوا بند في العقد اذا جه لراجل عقد احتراف كويس مع السلامه بوسه واتكل على الله، والزمالك مش هيقف على اي لعيب. قلت له يا كابتن القصه الحمضانه دي والله احنا زهقنا منها، والزمالك ما بيوقفش على اي لعيب، الزمالك بيقف وبيتعصب والدنيا بتقع وبيرجع يكمل تاني، احنا مش عايزين الزمالك يقع. قال لي يا ابني الايام الجايه ان شاء الله يحصل فيها ايه؟ متغيرات جديده. قلت له احنا هنشوف مستنيين، بس معذره انا لو شفت حاجه غلط هطلع اشوط. قال لي شوط براحتك الملعب مفتوح، لو عاوز تقوله قوله، انا مش ما بكذبش عليك، انا بقول لك ما يدار باذن الله داخل نادي الزمالك. تعالى بقى المكالمه خلصت والموضوع انتهى. عندنا ماتش مهم جدا 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 قدام المصري البورسعيدي في الكونفدراليه. فكابتن معتمد جمال عنده مشكله وصداع كبير داخل راسه. يا ليه يا انس؟ بص يا سيدي، قائمه نادي الزمالك تشهد غياب 3 من مهمين داخل نادي الزمالك، وهو عبد الله السعيد واحمد ربيع ومحمود جلال. قال لي يا نهار ازرق، ايه يا انس؟ ما هيلعبوا بمين؟ لا هي المشكله بقى دي، ايه المشكله في دي؟ المفروض ان دونجا يرجع من اصابه، فالزمالك هيلعب بدونجا ومين؟ انا تسالنا رايي المفروض بقى تدخل محمد السيد في ماتشات زي دي، تبدا بقى تدخله لو هو جاهز تلعب بدونجا ومحمد السيد. لكن كابتن معتمد جمال ده لو كان يعني المعلومه اللي عنده صحيحه وان دونجا سليم بنسبه كبيره، يعني المعلومه اللي عنده صحيحه ان دونجا سليم، بس هل هيلحق مش هيلحق الله اعلم. فيلعب بمحمد اسماعيل. كابتن معتمد جمال شكله هيلعب بمحمد اسماعيل في مركز نص ملعب، وده اللي كنت بصاح يعني بصاصي وبقاقي على حامد حمدان. اقسم بالله اتفرجت له على ملخص مش عارف كانوا بيلعبوا مين ده النهار، اقسم بالله يعني لعيب حكايه، وانا زعلان جدا وجيش للزمالك. حامد حمدان من ضمن الصفقات اللي جايب لك اكتئاب اللي بيلعب في بيراميدز. والله فاكر لما كنت بقول لك قبل ما اكمل لك القصه دي بقى، فاكر لما كنت بقول لك ان بيراميدز ما خدش مكان الزمالك ده خد مكان الاهلي كنت تزعل عليا بيراميدز بياخد اي لعيب هو عاوزه. قلت لك قبل كده لو بتابع فيديوهاتي كويس سياسه بيراميدز اتغيرت، مش هاخد لعيب اي كلام، مش هاجي ورا الترندات زي ما كنت بعملها قبل كده، والاهلي هو اللي خد مكان بيراميدز في الترندات. مشكله الزمالك مع زيزو هاخده، مشكله الزمالك مع امام هاخده، دول بقى الزمالك بقى من كان اداؤه حلو ولا كويس ولا وحش ولا كلام من ده. فامام عاشور اداؤه كويس، زيزو كويس انه مش من الاخر. بص وشوف جماهير الاهلي تعمل ايه مع زيزو. ما علينا. طب يا انس لما ياخد محمد اسماعيل ادينا الهام ورا الى حد ما، لكن المشكله في عمر جابر اللي عنده اصابه، واحنا طبعا من بدايه الموسم كنا بنعيطهم على مين؟ على باك اليمين. فمين اللي هيلعب باك يمين؟ المفروض باون اوشن. لا مش هيلعب باون اوشن، هيخلي شحاته يلعب باك يمين. فانا بقول لك نص بيلعب فيه مشاكل، اللي الحته دي جايه بتكمل الموضوع ده، لان عارف ان في واحد يسال فيه محمد شحاته. محمد شحاته قد يتم الدفع بيه بنسبه 99% في مركز الظهير الايمن بديلا لاصابه عمر جابر. خش بقى في خازوق الكبير مركز الباك الشمال. ليه؟ في ايه يا انس؟ انت عندك يا ابني محمود بنتايج لسه بنتكلم عنده في الحلقه اهي، وكلمنا عنده قبل كده. بنتايج عنده مشكله بسبب اللي حصل بقى والخطا اللي بيحصل داخل مجلس اداره نادي الزمالك ده، واصابه فتوح مع المنتخب بسبب الكابتن حسام حسن. فمين اللي هيلعب باك شمال؟ انا خايف اصدمك والله ايشو يا احمد عبد الرحيم على زمان والله نادي الزمالك للالعاب الرياضيه يتحدث معكم. طب وبعدين يا جماعه انا مش عارف والله، خلي بالك انا قلتها لك، انا خايف من بدايه الموسم، خايف يكون موسم انا والله ما عارف اقول لك ايه. يعني انا كلامي حتى ما بحبش ابقى مطول فيه، لكن هل هينتهي الامر لنادي الزمالك ان الموسم ده يخلص وهو في بينافس؟ مش عايز اقول لك بقى حاجه اكتر من كده. الزمالك على مدار التاريخ بيحصل له ازمات وبيفوق منها وبيرجع احسن من اول تاني، لكن المره دي انا ما عنديش يقين بجنيه ان الزمالك ممكن يرجع. لو حصل حاجه هتبقى الدعاء على الجماهير، يا رب بس يكون المايك شغال ما يبقاش الكوفيه بوظته كمان. في النهايه ده كل ما يدار داخل نادي الزمالك. لو عجبك كلامي واول مره اشوفني، وزي ما قلت لك قبل كده ان هنا يقال كل جديد وتقال الحقيقه كامله، فلو عجبك كلامي واول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما عجبكش كلامي ممكن تقول لي في الكومنتات، وباذن الله رايك فوق دماغي ويحترم، وباذن الله اسف الاول، وباذن الله اشوفك على جديده والسلام.